لا، غير شي يهودي كان دايز وشي واحد قال شي كلمه ماشي هي هذه، وهذاك تقوم عليه الصحافه. انا قلت لهم ان اليهود بلداء، لانهم في عوض ما يتصالحوا مع الناس اللي قدامهم غاديين كيحاولوا يتصالحوا مع الناس اللي بعاد، والناس اللي قدامهم دايرين فيهم العار. قامت عليا ضجه في المغرب وفي فرنسا وفي جريده الموند. شو هذا؟ كلام بسيط. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا كلام الله ما بقاش معهم اتساع. ولهذا هاد الإخوان ديالنا العرب خصهم يفهموا واحد القضية، وهو أنه ذات يوم واحد المعتمد بن عباد قال: لأن أرعى الإبل ليوسف بن تشافين خير من أن أرعى الخنازير لألفونسو. حتى لو افترضنا ان هذه التخوفات ديالهم صحيحه، والتخوفات ديالهم ماشي صحيحه. الاخوان ديال حماس ولا الاخوان ديال المقاومه الفلسطينيه وكل فصائل المقاومه تقاوم في غزه، كلها تقاوم وتقاوم في فلسطين. هادو كيطلبوا حقهم في الحد الادنى. قلتي غتعطيهم دوله، اعطيهم دوله. قلتي غتعطيهم دوله 30 سنه، هذه ما عطيتيهم لا دوله ولا والو، وزدتيو كتاخذوا الارض وزدتيو كديروا المستوطنات وزدتيو كديروا، وحنا اليوم ساكتين. من جاب الله لقاو ايران. انا معروف الموقف ديالي منها، ولكن دابا اش غتقول؟ ما عندك ما تقول. غتقول ايران كتقوم بالواجب، وهي عرضت الارض ديالها للهجوم اكثر من مره. هذا الشيء راه يدير امور خطيره، وهي معرضه لكي تهجم عليها الولايات المتحده. لا بد ان نعترف بانهم يعني حملوا هذه المسؤوليه في واحد الوقت اللي ما بغى يحملها حتى شي واحد. في الوقت اللي حنايا يعني في الضفه الغربيه مع الاسف هذيك السلطه الفلسطينيه تتصرف تصرفات تخجلنا. معشر اخواننا واخواتنا، كانت واحد القضيه كنت غنتكلم عليها سبق لي لها مولاي محمد، ولكنها مهمه بالنسبه لي انا ويسمح لي نعاود نتكلم عليها. وهي واحد السيده كانت في فرنسا، وكنا نعاني معها بكل صراحه، وكانت تنتقد الاسلام وتهاجم الاسلام وتشتغل مع اعداء الاسلام. كانت مع ديك شارلي إبدو اللي كانت كتعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم وكتنشر عليه الكاريكاتيرات الى اخره. مؤخرا الهويه ديال هذه التحركات العربيه والاسلاميه والمغربيه، لانه واخا هاد الدراري كيقراو في فرنسا وداك الشيء ما عمرهم غادي يتخلصوا من الطبيعه ديالهم، ما عمرهم غادي يتخلصوا من الاصل ديالهم، ما عمرهم غادي يتخلصوا من المنشأ ديالهم. قالت كلمه تتقول فيها فقامت عليها القيامه، والان هي متابعه ومهدده بدخول السجن، واظن انها لم تفكر في مغادره فرنسا. قالت انا مستعده باش ندخل السجن، لانه لقيت بلي هذه الحضاره ديالهم وهذه الحريه اللي كيتكلموا عليها وحقوق الانسان اللي كيتكلموا عليه كلشي هادشي كذوب، كلشي هادشي غير لهم هما والناس اللي كيبغيوهم هما. اما حنا لا، ما دخلنيش في هادشي هذا، حنا ما كيعتبروناش بشر وما كيعتبروش عندنا هذا الحقوق. وانا اعجبت بهذا الموقف وانتظرت الفرصه وقلت للسيد رئيس باش يكتب عليها، وكتب عليها وتظهر نشرت هذيك الكلمه المحترمه. وانتظرت باش نوجه لها التهاني ديالي، لان انا بالحقيقه كنت كنعتبرها خصم ديال هذه الامه هذه، وهي كتعتذر اليوم. انا غير باقي كنتسائل، هاد وجه الويل، وجوه الويل اللي عندنا في هذا البلاد، اللي واحد فيهم مشى كيقول كلنا اسرائيليون، واحد اخر مشى تيتهم الاخوان ديال حماس بانهم حيوانات، وكيتهمهم باقدع الاتهامات. واش ما فيهمش؟ انا كنعرف بلي هذاك السيد الجلود دار واحد المراجعه، ولكن داك الشيء ما كافيش، خاص يكون فيك الرجله اللي كاينه في زينب. تقول الحقيقه
الشيء اللي كيديروا الاسرائيليين وتنتقد داك الشيء اللي كدير الدول الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده وفرنسا، وما تخافش ولا خفتي كاع دخل لبلادك شي بس ما كاين. الهروب في اتساع رجله، خلي غير هذيك زينب هي اللي تبقى تما يعني وتؤدي ثمن شجاعتها وجرأتها. وهذوك الصحفيين ديال 2 ريال اللي انا ما مقتنعش كاع باللي هما مقتنعين بداك الشيء. انا كنظن هذوك ولاد الشعب هذوك لا بدا يكونوا تا هما وفيهم اليساريين وفيهم ما نعرف شنو. بالمناسبه السي سهيل هذاك بن عبد الله راه رفيق ديالك انت، ولكن حنا راه خونا. الله يقول الاخ نبي بن عبد الله ولا هذاك والله انتم تحيد. لا لا انت رفيق ديالنا. انت دابا السي سهيل خاصكم هذيك الرفيق تحيدوها صافي، يمكن غير الاخ واخا انتم شيوعيين سابقا تحيدوها. الاخوان ديال التقدم والاشتراكيه لقيت فيهم الرجله ولقيت فيهم الوفاء واداو الثمن ديال العلاقه ديالهم معنا. ولكن المهم الناس اللي كيشوفونا بن عبد الله اليوم تيسلموا عليه، تيفرحوا به، تيقدروه، ومن الامور اللي تيقولوا سلم على السعد الالهي. ما بقاوش تيفرحوا بهذا. فلهذا حنا اليوم الاخوان ديالنا الكرام اجتمعنا في هذا النهار باش نجدوا العزم. خليني نقولها لكم كلنا ترخينا، نجدوا العزم على هذا الكلام اللي قال محمد، ونعاودوا نحركوا راه الحمد لله المغاربه راهم مسلمين والمغاربه راهم رجال. وهذا الشيء دابا سواء تعلق الامر بالاسلام او تعلق الامر بالعروبه او تعلق الامر بالانسانيه، ما دام اليهود خارجين كينتقدوا على اسرائيل، ما دام الامريكيين خارجين كينتقدوا على اسرائيل، ما دام الفرنسيين الرئيس الفرنسي كينتقد على اسرائيل، قال له ما كان الحضاره لا يدافع عنها بالبربريه. On ne défend pas une civilisation avec de la barbarie. ما دام هذا الشيء هذا اليوم واقع، وبلا ما نتكلموا على جنوب امريكا، وبلا ما نتكلموا على جنوب افريقيا، وبلا ما نتكلموا على اسبانيا اللي اتخذت مواقف يعني ديال الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. طوفان الاقصى كان لابد منه. اذا كان اليوم يعني يقتل من اخواننا الفلسطينيين بالالاف، وانا ما بتفقش على الارقام اللي كيعطيو، لان هذيك ارقام يعني ديال الناس اللي لقاوهم ودفنوهم. اما اللي كاينين تحت الانقاض، اللي باقي ما دفنوش واللي باقي ما تعرفوش باللي ماتوا ما عالم بهم غير الله سبحانه وتعالى، واللي تجرحوا فهمتيني ولا اكثر من داك الشيء، انا كنظن الضعف على الاقل. ولكن مع ذلك حريه الشعوب لا يقدر لها ثمن مهما كان. والمغاربه عليهم 2 المسؤوليات. الاولى هي يقوم بالواجب ديال النصره ديال الاخوان ديالهم بما يستطيع. ما تقولوش لي من غنعطيو الفلوس للسعد الى وداك الشيء، اللي بغى يعطي شي حاجه راه غيعرف غادي يقلب على من يعطيه. والمساله الثانيه هي المغاربه خصهم يربيو ولادهم على المبادئ الدينيه. راه المتصهينين تسربوا لتعليمنا وتسربوا لكتبنا المدرسيه. خصهم يربيو ولادهم. علاش؟ لان المستقبل ما عالم به غير الله. هذا الشعب الفلسطيني سمحوا لي نقولها له بالدارجه بز ليه داخل في الانفاق، ما قدرتش عليه 5 جيش في العالم، هذه اكثر من سنه. والشعب ديالو تيموت وتيقول المقاومه تاج فوق رؤوسنا. خصنا نوجدوا لنا المستقبل الاخوان، الله وحده يعلم. هذا الشيء واش غياخذ عام ولا عامين ولا 5 سنين ولا 10 سنين الله اعلم. خصنا نوجدوا راسنا المستقبل، ما عرفناش شنو غيوقع. نحن أمة وهذاك ترامب تيقول لهم هذه إسرائيل ضيقة على هذاك الشيء، خصنا نوسعوها. فين غيوسعها؟ سيوسعوها في أراضينا بدون شك لا قدر الله، وسيوسعوها على حساب شعوبنا وما عندنا حتى شي ضمانة. الضمانة الوحيدة اللي عندنا هي الله سبحانه وتعالى، ثم إيماننا. وهذا الإيمان وهذه المعاني وهذه المفاهيم لا تهزمها لا الطائرات ولا الأسلحة ولا القتل.
انتم كتشوفوا لو كان مات هنيه في الدار ديالو لحضر لجنازته بضع عشرات او بضع مئات، ولكنه مات مقتولا في سبيل الله وشهيدا في سبيل الله، فحضر جنازته، العالم كله حضرها وصلي عليه في الاماكن العامه. والشهيد حسن نصر الله والعاروري وغيرهم، واخرهم السنوار، هذا البطل الاسطوري الذي ستذكر رواياته وتاريخه ونضاله وجهاده وشجاعته وقوته ثم شهادته في الأجيال، وسيصبح أسطورة. هذه هي الموتة الإخوة، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أموتة كموتة البعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة صادقين، أن يرزقنا وإياكم الشهادة صادقين كيفما كان حال موتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهض بلدنا وتنهض أمتنا ونقوم بواجبنا حتى يكون لنا شيء نلقى به ربنا ونعتذر له به سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.